لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 983 لواني كاين تفسير قرآني بيروز بهم وخزمتان ومبستر رزامندي رب العالمين وهيوادان مئوي آزي السودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. بەڵێ خۆشەویستان رب العالمین دەفەرمی ئایا قیتال لەگەڵ کەسانێک و قەومێک ناکەن کەوا عهد و پەیمانیان شکاندیە و هەروها خەریک بووینە نیەتیان کردیە و خەریک بووینەکەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و دەربنێن وهم بدأوكم أول مرة هەر ئەوانیش دەست پێشخەر بوون لەو بابەتە ئەتەخشەونەهم ئالەیان دەترسێن فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الله تعالى شاني زياتر لويكوا لو شان تركوا لي بترسن أجر أنجو إيمان دارا. وكل تفسير السعدي دل حث على قتالهم. الله تعالى إيمان داران هاند دار سر قتال لقل كافرانك وهيج المؤمنين بذكر الأوصاف وهروهان ينددا وكوا قتاليان لقلب كان بباس كردني أو صفاتاني أهل كفر التي صدرت من هؤلاء الأعداء أو دجمناني كوا أو صفاتاني اللي بديار كوتيا والتي هم موصوفون بها المقتضية لقتالهم أو صفتاني كأوان بي وصف ذكرين إيهندي كوا قتاليان لقلب كري. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وكل تفسير قاسمي دلي التي حلفوها في المعاهدة كواتا قتالنا كان لقل كسانك كوا أيمان عهد بيمان ياشكاندية وهموا بإخراج الرسول يعني من مكة وكل تفسير قاسم دلي وخميان بو وتنيتيان بو كوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم لمكة ودربنين كاتك ولدار الندوة كوبونوا وكو خواي قول سبحانه وتعالى سورة الأنفال دفن وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية كوا خواي قول سبحانه وتعالى وندر بازك كوا أوان بيلان دا درجن كسانش كافر لو كوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم ودر بنين لا مكي بيروز وهموا بإخراج الرسول وكل تفسيري السعدي له التي يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه أو بيغمبري كوا أصل وايا عليه الصلاة والسلام أصل وا رێزی لێ بگیرێ بە گەورە بزاندرێ بە چاوێکی بەرز تەماشای بکرێ لە کاتێکدا ئەوان وهم هموا أن يجلوه ويخرجوه من وطنه وسعوا في ذلك ما أمكنهم لە کاتێکدا ئەوان چیان کرد کەوا نیەتیان کرد و مەبەستیان بوو كوا لمكي بيروز أو مكي كوا خاتش خوي بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم واتلوي لدايق بو خاتش بابو بابيراني بو لوين دري ودري بنينو وهروها هولي عندا واندي لتوانا عندا بو. وكل تفسير محرر ضلي أي وعزموا بقلوبهم على إخراج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من مكة وتهموا وتعزموا بقلوبهم لضلوا النيتيان كذبوا كوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم لمكة دربكن لأضواء البيان دلي خواهي قول سبحانه وتعالى لو آتدا باز لودكا كوا كافركاني مكة هموا بإخراجه صلى الله عليه وسلم من مكة وتنيتيان كرد لە دڵیانەوە کەوا پێغەمبەر صلی الله علیه و سەلەم دەربکەن
وصرح في مواضع أخر بأنهم أخرجوه بالفعل. لرداد فرمي همو واتا لدل ونيتيان كر كوا دري بكن بلام لجيجايت كذا فرمي فعلا دريشيان كر وكذا فرمي لا سورة الممتحنة يخرجون الرسول وإياكم أوان پیغمبر صلى الله عليه وسلم دردكن لمكة وهروها إيمان داران دردكن لمكة وهروها لسورة محمد صلى الله عليه وسلم فرمي وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك كواتا چەندین شار هەبووە بەهێزتر بووینە لەو کافرانەی کەوا لە وڵاتەکەی خۆت ئەتویان دەرکرد و هەروەها لە سوڕەتی ئەتەوبەش عین لە ئاتی ژمارە 40 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا كاتكوا ليرد عين دفرميتن إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فعلا بدريا ودريان هنا ودريان كر مكة بخوي وبأبو بكر خوالي رازي وهروها باقي إيمان داران كر كل سورة الممتحنة فعلا أوان دريان كر بيغمبري صلى الله عليه وسلم وهم بدأوكم أول مرة أوان دس بيش خربون يكم جار وكل تفسيري قاسمي دل أي بالقتال يوم بدر أوان دس بيش خربون بقتال وبشر كردن لقنقو بتايبتي لبدر كاتكوا درسون لبرس درسون لمكي درسون لبوي كوا بهاناي قافلكي أبو سفيان بين بلان باش أوي كوا قافلك نزاتي بو وزانيشان كوا نزاتي بو بردوام بون على وجوههم طلبا للقتال بغيا وتكبرا كواتا أجر ما بستكوا بلبو بارزقار كردن لقافلكي قريش كوا بقيادة أبو سفيان بو كاتي كوا زانيا قافلك نزاتي بو أو زالق الله واش هر نقرانو بركو بردوام بون كوتان إلا تازا قتالكي هر دكين لقليان لسروان جيكوا بغيا وتكبرا هرب بظلم وتعدى وتكبر وقيل بنقضهم العهد وهم بدأوكم أول مرة بقتال أوان دس بيش خربون يان بنقضهم العهد بعهد بيماش كان دنيان وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة بوي دس بيش خربون كاتك ورقل هاو بيمانك أنك وبني بكر بو هاتن دس بيش خربون لشر كردن لقل خزاعة كوا أوانش هاو بيمان بون لقل بيغمبر صلى الله عليه وسلم حتى لنتيجة دا بيغمبر صلى الله عليه وسلم بفعلي عهد بيمانك إعلان كرشكال قليانو هجومي كلبو مكة تاوكو بفضل خواي قول فتح مكة كرد أو طبعا وكو ابن كثير رحمة خواي لبي وادله لا زمخشري دلي أي وهم الذين كانت منهم البداءة بالمقاتلة وهم بدأوكم أول مرة عين دلي بدأ كان بتسبوا أوان دس بيش خرب التي لدس بيكرني قتال لبروي بيغمبر صلى الله عليه وسلم جاءهم أولا بالكتاب المنير بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو قرآن بيرو زي بيهاتبو للا خواي قولوا سبحانه وتعالى وتحداهم به والقرآن سندين جيجاهك وتحداي كافريكانك أجر قناعتان بوينك وكتاب الله ديفر مكتابة شاو شويان ده صورة ديان صورتك طبعا أوانش لتوانان دانا ودشيان زاني وكتاب خواي وكتاب بشرني فعدلوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى القتال بلام كوا لو روان كوا دوران وهيسيان بينبو كوا برامبر بقرآن بيروز بكن أو ذا دس بيش خرب لقتال لآزاردان مسلمانان فهم البادئون بالقتال والبادئ أظلم إثر أوان بون دس بيش خرب بقتال ديارو قاعديش والبادئ أظلم شيهان دس بيش خرب لو حالته أو يان ظالمة فما يمنعكم من أن تقاتلوهم بمثله وأن تصدموهم بالشر كما صدموكم إثر وكز مخشري دي أوان دس بيش خربون لتعدى ولقتال دي تشتكي منعتان بكاكا وأنقوش رديان بدنو قتاليان لقلبكن أتخشونهم وكل قاسمي دلي أتخشونهم ليان دترسين أي أتخافون أن ينالكم منهم مكروه حتى تتركوا قتالهم لو إذا ترسين كوا شتيشنا خوشتان بسر بي لقتال كردن لوي نايكن فالله أحق أن تخشوا دي الله تعالى مستحق ترك ولي بترسين بمخالفة أمره وترك قتالهم الله تعالى مستحق ترك
کەوا لەی بترسێن کاتێکەوە مخالفەی ئەمری بکەن و قیتال نەکەن کەواتە ئەگەر مخالفەی ئەمری بکەن بۆی کەوا قیتال نەکەن لەگەڵ کافرەکان الله تعالی شانی ئەوەیە کەوا زیاتر لێی بترسێن لەوەی کەوا مخالفەی بکەن و قیتالیان لەگەڵ قیتال کافرەکان نەکەن لەو حاڵ لەوەی بترسێن عەزابی خواتان بێتە سەری فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين أجر إيمان دارا إن قضية الإيمان الصحيح أن لا يخشى المؤمن إلا ربه كوات إيمان داري راستقين أو كسيكوا لكز نترسي تنهال الله تعالى نبي أو كبروردقارتي أو ذاتي ولا يبالي بمن سواه وهيج حسابك لبو غير الله نكا كقوله تعالى لسورة الأحزاب دفن ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله يعني تبليغ رسالة وبيامكان الله تعالى ذاك ليد الترسين لويك هيج شتيق لبيامكي خواي قور بيان كنتكو ببيان كردني مستحق دبن بعذاب خواي قور سبحانه وتعالى يتر بيامكاني الله تعالى راد قال لويج ده الترسين باويك وبيش شويق نايشارنو ولا يخشون أحدا إلا الله لهيج كسيشي دي كغير الله ناترسين وكو زمخشري وادله بل أوزا أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين لدواوي وكل تفسير قاسم دله ثم عزم تعالى على المؤمنين الأمر بالقتال لحكمته بقوله فعشان خواهي سبحانه وتعالى تنتر ذكر سر إيمان دار تأكيديا لذكاتك وقتال لقل كافر كان قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قتاليا لقلبكن تاوكو لنتيجة الله تعالى عذابيا بدا بدستنجو ويخزهم ورسوايا بكا وينصركم عليهم تاوكو نصرتهم دا لسر أوان ويشفي صدور قوم مؤمنين وتاوكو شفاي سينجي إيمان داران بدا بو نصرتك وبسر كافر كان دا سر دكون قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وكل تفسير قاسم دله أي بآلام الجراحات والموت كواتا خواي قورا دفن قتاليا لقلب كان تاوكو خواي قورا أوان سزا بدا بدستنجو بوي كوابرين داريان دكن يهان ديهان كجن وكو شنقيطي لعذب النمير دله هذا التعذيب الذي يعذبهم الله بأيديهم أو تعذيبك خواي قول الباس كذا كافران بدست إيمان داران عذاب دا هو القتل بالضرب الوجيع الذي يصل به صاحبه إلى النار كواتا بوي كوا عذاب يندا كاتك كوا لنتيجة قتال لنوان إيمان داران وبران بركان لكافران رودا خواهي قول كافر كان عذاب دا بدست إيمان داران بوي كوا ليان دام بتندي ديان كجنو لنتيجة دا برو آقر درون وكل تفسير رازي دله إن قيل أليس قال الله تعالى في سورة الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أقر بقوتري لسورة الأنفال الله تعالى نافرمي وما كان الله عفوا تفرمي هذه خواهي قول سبحانه وتعالى نافرمي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم خواهي قول هذه نافرمي لسورة الأنفال خواهي قول عذابيا نادى لكاتك دا أتولناويان يا رسول الله فكيف قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم فاتل يندر دفرمي خواهي قول حتى أتولناويان بعذابيا نادى اللو اللي دفرمي بدستنقو عذابيان دا لو الله مدد أن المراد من قول وما كان الله ليعذب وأنت فيهم عذاب الاستئصال كواتا عذاب شوان نادى كوا ريشة شيشيان بكاو بتوات يوميان لناوببا وبس لو يندري أوي والمراد من قوله يعذبهم الله بأيديكم عذاب القتل والحرب طالما أوليرا أو قتال أو باب لنتزي قتال وجهاد بدستنجو عذاب ددرين والفرق بين العذابين أن عذاب الاستئصال قد يتعدى إلى غير المذنب فرق كجوية ما كان الله ليعذبهم بوكوا عذابك عامية بالنار تسري شيشان بكا حتى ويتوان بارشنا لناويان باهمان عذاب دروا بلام لقتال كيكا وبدستنجو تنها كافر كان سزاد درين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.